جبت لكم أقوى وصفة تنظيف السيراميك أو فايونس الكوزينة أو الدار. وصفة بسيطة جد فعالة، ما تحتاج انك تشتري مساحيق أو بروجبيات كيميائية راح تضر يديك وصدرك. وزيد بزيادة، هذا راه بثمن جد رخيص، ما يحتاج منك ميزانية أو تعب، ما يحتاج والو. مكون واحد راح يخلي الفايونس تاعك يشعل اشعيل. خليك مع الفيديو ودركا نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير الوصفة وتشوفوا النتيجة بعينيكم. نبداو هنايا بسم الله. وشي عندي هذا هو المكون السري، هو حمض السيتريك او لاسيد سيتريك او كما نقولوا له حمض الليمون. ونحتاجو هذا الازيس ولا التيست، المهم المسحوق تاع غسيل الاواني تاع البودر هذاك العادي سامبل خلا. نحتاجو نفس الكميه من حمض الليمون، مثلا كاس كيما انا الكوزينه خدات لي كاس كيما شفتوا، ولا تحبوا ديروا كميه صغيره. المهم مثلا زوز مغارف من حمض الليمون او لاسيد سيتريك مع زوز مغارف من مسحوق تنظيف البودر، تحطوا نفس الكميه وتجمعوهم باي سائل غسيل، سواء تاع كيما درت انايا تاع القش، ولا ديروا تاع الاواني هذاك البريل الازيس، ولا المهم السائل، او حاجه رخيصه خلاص تشريو غسول اليدين هذاك تاع 10000 وتجمعوا به هادم المكونين. ودرك تشوفوا النتيجه بعينيكم. النتيجه تبان لكم من الخلط تاعو. شوفوا كي نبدا نخلط فيه تلاحظوا التفاعل، يبدا ديك التفاعل هذيك الرغوه، وما تخافوش من التفاعل هذاك، مش راح لا يضر عينيك لا يضر صدرك. كاين الناس ما تحملش عندها حساسيه كيما انا عندي حساسيه من البروجويات القاطعه هذيك اللي ضيق التنفس. ما يدير لك حتى حساسيه، تهزيه بيدك كيما شتوني قاعده نقيس فيه بيدي ما دار لي حتى ضرر. هنا بما ان الكوزينه عاليه كلشي استعملت الباليه، ويعني قلت لك بالباليه يعني ما تحتاجش هذاك الحك بزاف. الباليه على بالك محنينه ماهيش هذيك اللي تحكي فيها بزاف. هز كميه منه ونبدا تحكي فيه الفايونس تاعك. راح ينحي لك الدهون، راح ينحي لك هذيك الغبره، راح ينحي لك اي حاجه لاصقه في الفايونس تاعك. يعني ضربه زوز وتشلي، ما يحتاج انك تخليه مده معينه ولا والو. كيما شفتوا ها الفايونس تاعي ابيض، درك تشوفوا كيفاه يطلع. عبان الكوزينه كامل كيعود ما فيهاش لا اوت ولا. راح ندير لك هذيك ترسبات سيتولي من الفوق، راح ندير لك شويه هكا اللي قالها هذا مليح. في عاود ما ديري فورس اكسبريس مثلا ولا هذوك عبالنا صح فعالين وكل شيء، بصح يكونوا يضروك في يديك، لازم لهم ليغون، لازم كمامه. هذا قلت لكم يا البنات واش نقول لكم، حمض الستري قداه شريت شي ب5000. ب5000 راح يعطيك كميه كبيره. وانا تلقاوه عند العشاب هذاك اللي يبيع العطار هذاك، ولا تلقاوه عند اللي يبيع لوازم الحلويات، لانه هو يستخدموا فيه مثلا في الشربات في حوايج، وماهوش يعني كيميائي ولا راهو غذائي يستعمل في الحوايج تاع الكاطو، في حوايج هكا معينه نستعملوا فيها حمض السيتريك، يعني ماهوش مضر لا بالصحه لا بوالو. قلت لكم 5000 يعطيك كميه كبيره. حطي نفس لاسيد سيتريك نفس كميه البودر تاع الغسيل هذاك اللوم ولا الازيس ولا المهم هذاك سامبل يجبع ب6000 و5000. يعني مقادير جد بسيطه، مش رخيصه كما نقولوا، ما تدي لك لا دراهم لا تدي لك جهد. وتعقبي عقبت على الكوزينه كيما درك وقت تنظيفات الشتاء وكل شيء بكميات بسيطه. وزيد الشيء اللي يبهرك انه الفايونس تاعك راح يطلع لك ناصع البياض مهما تغسليه بحوايج خلاف يطلع لك صح، بصح بهذا راح يكسبوا هذاك اللون تاعو كيما كانك درتيه جديد. درك تشوفوا بعينيكم النتيجه. هاو البنات بعد ما شللته، هو المشكله تاعو الوحيده انه لازم ديروا الماء بزاف، راح شغل يحكم الرغوه. لازم له التشلال بزاف، ونعقبوا مسحه على الفايونس ودرك تشوفوا النتيجه. انا درت بهذا الفروطوار هذا، كاينين يسقسيوني عليه في الفيديو تاعي السابقه. هذا شغل شيتو وحده، شيتو عجل الحيوط كيما هكا يعني، ولكن شغل دار نظيفه نعقبوا به فيه هكا مسحه خفيفه. هذا يسهل عليك معه شغل وحده ديك تاعو المنشفه
تجي معاها زوز كي تقدام لك وحده ولا تحبي تغسليها تنحيها وتركبي الاخرى. هذا هي تباع واحد 120 190 الف، المهم في كل محل وكيفاه. يسهل عليك كيما هكا. ها هما ما تغلبي في الحكان، ما تغلبي في جيبك كيما نقولوا، ما تحتاجيش يعني صوارد ومنا. وزيد شوفوا النتيجه يا البنات يطلع لك واش راح نقول لك ناصع البياض. هذا هي حبيت نشارككم هذه الوصفه. دركا وقت تاع تنظيفات، وقت تنظيفات الشتاء، وقت تنظيفات الخريف، هكا نظفوا الكوزينه تاعنا باه في الشتاء ما نكبوش الميمان بزاف. هاو على بالكم. هذا هي شوفوا النتيجه يا البنات. واش نقول لكم، حتى تحبوا ديروا به الفايونس تاع النهار تاني يطلع روعه روعه. المهم هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، حبيت نشارككم هذه التدبيره. وحاجه يعني بسيطه والنتيجه اكثر من رائعه. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفه. خليوا لي ارائكم وتعليقاتكم وانتظروني في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك بتكبر قناتنا وديروا لنا زر اللايك. ويلا بينا، مع السلامه.